السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي احلى تكه مع ناديه. هنعمل النهارده كيكه الجلاش بكل تكاتها. تعالى بينا على المقادير. عباره عن علبه من الزبادي، معلقتين من السمنه، نص كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر. تمام. 3 بيضات، فانيليا، نص معلقه من البيكنج باودر، و3 معالق من الكاسترد، وطبعا لفه الجلاش. في البدايه هنزل بالثلاث بيضات، وراهم طبعا على طول الفانيليا. كمان يعني هنزل بالسمنة والزيت اهو. نزلت كمان بالسكر اهو، وهنزل دلوقتي بالسمنة والزيت. هضربهم الأول مع بعض كويس، وبعدين اهو بالشكل ده كده. ان شاء الله لو عجبتكم الوصفة لازم تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك في القناة عشان ينزل كل جديد بإذن الله. بقى هنمكس الخليط كله بالمضرب بالشكل ده. لو حابه تعملي على فكره المقدار ده بايديكي عادي يتعمل جد كويس، يعني عادي مفيش مشكله. اضربي بس اضربي كويس جدا، يعني ضربا مبرحا. تمام. هنزل دلوقتي بقى بالعلبه الزبادي، وكمان كوبايه اللبن، البيكنج باودر، وثلاث معالق الكاسترد. تمام. 3 معالق بس. هقوم تاني بقى اضرب فيهم كده، ده ضرب كويس، واركن الخليط على جنب لحد ما احضر الصينيه بتاعتي واحضر لفه الجلاش بتاعتي. لفه الجلاش هقطعها على اربع تربع، يعني هحطها كلها قدامي كده واقطعها مناديل على شكل مناديل. تمام. 4 تربع. همسك الصينيه، ادهنها كويس جدا، وادهن السطح الاطراف بتاعتها كويس جدا برضو. تمام. بالسمنه كده بالشكل ده. وابتدي اجيب لفه الجلاش زي ما اتفقنا هنقطعها 4 تربع. تمام. امسك المنديل على ايدي كده واروح سحباه من النص واعمله على شكل ورده. يبقى 4 تربع. اسحب المنديل. الصينيه مقاس 30 سنتي. تمام. عايزه تعمليها في اقل من كده مفيش مشكله، واعمله على شكل الورده، واعبي بيه الصينيه كلها كده، وابدا باطرافها لحد ما اوصل للنص. تمام. يبقى هنا اعملوا لي بقى لايك، وما تنسوش تعملوا شير وتعملوا كمان اشتراك للقناه عشان ينزل لكم باذن الله كل جديد. وانتم شغالين هتلاقوا في تكسير كده للجلاش في منكم طبعا. طبعا احنا اتفقنا مفيش حاجه هنرميها، هنحطها في قلب الصينيه كده من تحت. تمام. افضلوا بقى حطوا كده في النص، اي حاجه تلاقوها يا ارموها في النص على طول. شايفين انا عبيت الصينيه كلها اهو لحد الاخر، مش هسيب فراغات خالص فيها، يعني اي حته فيها فراغ هحط فيها المنديل بتاعي. تمام. اللي مش عارف، زي ما قلت لكم هنقطع لفه الجلاش ل4 تربع. هناخد منديل منديل ونعمله بقى ورده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. تمام. على كف ايديا واروح سحباه من النص. لو مش عارفه خالص ممكن تحطيه بشكل عشوائي مفيش مشكله. انا بعدت شويه فغطيت الجلاش طبعا عشان خوفا ان هو ينشف مني، لكن انا بعد كده اشتغلت على طول. طبعا انا معرفش كنت سرحانه ولا ايه، ورحت صبيت الخليط في النص. لا انا عايزاكي تصبيه بقى من الاطراف لحد ما توصلي في النص. حتى انا هي قعدت ايه انزل في الخليط تاني اللي بره. شايفين الجلاش بعد ما خرج عمل ازاي؟ والله تحفه بصراحه. ما قعدش اليوم بتاعه ده خالص. الشيره الشربات خفيفه جدا بيكون لا هو خفيف قوي زي بتاع البسبوسه، ولا هو تقيل جدا زي الكنافه. يعني هو لو عندك شربات تقيل شويه ممكن تخففيه بس معلقه ميه بسيطه وهيبقى تمام معاكي. تمام. لو عايزين طريقه كمان الشربات انا منزلاها على في حلقات كتير، فياريت تشوفوها.
هنزل لكم اللينكات في صندوق الوصف. شايفين الجلاش يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ خفيفة جدا جدا، هتعجبكم جدا، هتبقى كمان اخف من الكنافة والقطايف يعني. والله بجد في اليوم ده ما قعدتش يعني، تقريبا كانوا بيتخانقوا عليها. كانت جميلة جدا وسهلة جدا، مقاديرها بسيطة. يلا جربوها وقولي لي رأيكم في الكومنتات. بألف هنا.